من إذاعة الدنمارك. سؤالي لوزير الخارجية السعودي: ما هي ردة فعلك تجاه المواضيع التي ذكرها وزير الخارجية الدنماركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة؟ بداية، كما أود أن أو كما أعتقد أن كما ذكر زميلي أن العلاقات بين بلدين إذا كانت قوية، المحادثات التي بيننا كانت واضحة وشفافة. فهنالك موضوعين لا نتنازل عنهما في المملكة العربية السعودية، وهي أمننا وإيماننا. النظام القضائي في المملكة العربية السعودية مبني على نظام الشريعة، ولا هو نظام عادل، وهو يوفر للمتهمين أو من يقع عليهم الحكم جميع وسائل الدفاع عن النفس. كذلك يرفع بعد أن يصدر الحكم يرفع لمحكمة التمييز، والتي تنظر له مجموعة من العلماء. فنظام القضاء في المملكة العربية السعودية نظام نؤمن به جدا، ونأمل من الجميع أن يحترم نظامنا القضائي كما نحن نحترم النظام القضائي في الدول الأخرى. أما حكم القصاص أو حكم الإعدام في المملكة العربية السعودية هو من حكم الشريعة، فمن ينتهك دماء أو من يقتل الأبرياء فجزاؤه هو القصاص. ونحن نحترم الدول التي لا تطبق فيها حكم القصاص أو حكم الإعدام، فنحترم ذلك. فلا نستطيع أن نفرض نظاما قضائي على مجتمع آخر، ولكن لا يفرض علينا كذلك نظاما قضائي على مجتمعنا نحن. إذا أردنا أن نفرض نظاما قضائي على مجتمعكم، هل لنا الحق في ذلك؟ طبعا بالطبع لا. فبالتالي بالمثل لا يجب أن يفرض علينا النظام القضائي لأي مجتمع آخر أو لأي دولة أخرى على مجتمعنا. يجب علينا أن نحترم بعضنا البعض، وأن نثق ببعضنا البعض، وأن لا ننتقد البعض، ولا أن نفرض على بعضنا البعض القيم لكل جانب، وإلا أصبحنا في الغاب، قانون الغاب. بالنسبة لموضوع حقوق الإنسان، فإنني أختلف معكم في موضوع حقوق الإنسان. فالكثيرين ينتقدون المملكة العربية السعودية في أنها تنتهك حقوق الإنسان، في أن نظامها القضائي غير عادل. نختلف معكم في ذلك. يتهموننا أحيانا، أو بعض المنظمات الإنسانية تتهمنا أحيانا بأننا نمنع أو نحظر على الناس التعبير عن آرائهم. لدينا قوانين تحكم ذلك، ولدينا أسباب تدفعنا إلى توجيه أو تقنين أو طريقة التعبير عن الآراء. فأي موضوع يتم طرحه مثل هذه القضايا لا نغفل عنه أو نتقبل طرح مثل هذه المواضيع معنا. فهي أمور نتوقعها من أصدقائنا أن يشيروا أو يلفتوا الانتباه إلى هذه المواضيع التي يتناولها الرأي العام، وهي كذلك الأسس التي تبني عليها الصداقات بين الدول أو الصداقات الوطيدة أو العلاقات الوطيدة. قد نختلف مع بعضنا البعض في بعض الأمور، وقد نتفق في بعض الأمور، ولكن الأهم من ذلك هو أن نتفق على احترام بعضنا البعض، أن نكون بشفافية، أن نكون صادقين مع بعضنا. وشكرا لكم.